السلام عليكم شباب. كما تعرفون البارحة انتهت مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. لذلك في فيديونا لليوم راح نتكلم عن أكبر 4 هزائم في تاريخ نصف نهائي بطولة الأذنين. لكن قبل بداية هذا الفيديو لا تنسوا تضغطوا زر لايك وتشتركوا في القناة، وكذلك الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول هزيمة كانت بين بايرن ميونخ وبرشلونة، التي كانت يوم 23/4/2013 قبل 10 سنوات من الآن، حيث فاز البايرن على برشلونة بنتيجة 4-0. انطلاق التوسيع باش تكون اختيار برشا تونتي والراس والهدف الاول للبافاري. الناس ما يحط الساقو الان تجي الساق الروبان، رد بالك بالراس والهدف الثاني الروبان يتعدى الروبان والهدف الثالث. مش ممكن اريان روبان باي يلزم هدف لبرشلونة، ولكن اين هذا الهدف والرابع والهدف. وننتقل لثاني هزيمة كانت بين الميرينغ ريال مدريد وكذلك العملاق البافاري بايرن ميونخ يوم 29/4/2023، حيث فاز الريال على البايرن بنتيجة 4-0. ننتقل زين الدين زيدان الكلان الفرنسي والجانب الفرنسي، تمشي كرة مودريتش بالراس وجول. 1-0 الريال، 1-0 مدريد. سلم على ريال مدريد. الريال سيستحوذ على المساحات، كرة خطيرة بالراس والهدف الثاني. انهاء الميرينغ راموس دي ماريا بنزيما خلاص جارد بيل رونالدو. جول ده كريستيانو رونالدو باليسار، رونالدو باليمين. لثالث هزيمة كانت بين ليفربول وبرشلونة يوم 5/7/2019، حيث فاز الليفر بريمونتادا كبيرة على الفريق الكتالوني برشلونة 4-0. يعود أندرسون والهدف الأول أوريجي. شعلها الليفر ولا حراس ولا حول الأخرى. البا يغلط والعرضية توصل والثاني حتى الثاني فينالدوم ولعت شعلت اتزلزلت يبر. الآن يأمن والراسية تأتي والثالث يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. يبدأ والبرسا هدفه من ميسي والرابع الهدف الرابع من كرة. ننتقل لرابع وأحدث هزيمة كانت بين السيتي والريال مدريد يوم 17/5/2023 البارحة فقط، حيث فاز مان سيتي على ريال مدريد بنفس نتائج الهزائم الماضية 4-0. وهذه كانت أحدث هزيمة يعني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. صعبة جول برناردو سيلفا، جوندوغان وبرناردو الكرة مرفوعة من دي بروين والثالث بنيران صديقة رياض فوديل خطيرة. الرابع خوليان الفاريز بس يا شباب هيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على اللايك والاشتراك في القناة. هذا كان مقطع بسيط وخفيف، وكذلك كالعادة يا سادة لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد، وباي.